تكلموا على أنه بطبيعة الحال الأقاليم الجنوبية، المملكة المغربية الآن صارت هي جزء من الاتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، دون أنه يصدر أي بيان من الخارجية الجزائرية. الخارجية الجزائرية عهد البيانات مؤخرا إلا في روبورتاج فرانس 2، لا في قضية فنزويلا، لا في الاعترافات الأخيرة بالدول اللي دعمت مغربية الصحراء. معناتها يقفون موقف المتفرج في كل ما يحدث، يعني صدمة كبرى في الملف هذا. لكن الآن الاتحاد الأوروبي الإشكالية أنه تقدم هذا في الموقف تاعو والتغيير في الموقف جاء في السياق هو ماذا؟ هو أنه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أكدوها حتى ممثلين الآن الميليشيات البوليساريو، بدأت ليس مفاوضات ولكن محادثات أولية. من يقودها؟ الإدارة الأمريكية. معناتها الضغط الأمريكي الآن، الناس اللي كانوا يقولوا وقت أين ويتكوف، وويتكوف اختفى وما فيهاش، وويتكوف وين راحوا 60 يوم، 60 يوم بعد 60 يوم راكم في الإطار الآن. معناتها اليوم الإدارة الأمريكية تحتضن المحادثات الأولية اللي تكون بين بطبيعة الحال المغرب ممثلا في وزارة خارجيته، في وزارة داخليته أيضا، في ممثلين أيضا من الأقاليم الجنوبية للمغرب، وفي الممثلين من المخابرات الخارجية في المغرب، لأنه أيضا القضية تكتسي طابع أمني. معناتها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية دي المحادثات الأولية عندها طابع أمني مرتبطة بميليشيات البوليساريو. تعرفوا بأن هناك نائب اسمه جو ويلسون و4 نواب الآن معه، التحق به 3 نواب مؤخرا، يعني حضروا لمشروع لتصنيف ميليشيات البوليساريو كمنظمة إرهابية. القضية سيتم التصويت عليها في قادم الأيام، لكن الآن المسألة تكتسي واحد الطابع جد خاص. الآن في وقت أنه بدأت المحادثات الأولية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تصفية الملف، يأتي هذا موقف الاتحاد الأوروبي الذي الآن يقول لك بأنه غيرنا واحد كتبت الاتحاد الأوروبي عامل المخزن. ممكن يخرجوا يقول لك ضغوطات مخزنية واللوبي المخزني، مثل الآن روبورتاج فرانس 2. يا أخي كاين منكم أنا متأكد حتى الآن اللي كنتوا تضحكوا تقولوا دوك روبورتاج فرانس 2 هذاك يقولوا المخزن من ورائه، راهم قالوها اليوم عبر رشيدة داتي الوزيرة الفرنسية، وزيرة الثقافة الفرنسية، صاحبة الأصول المغربية، واللي تقول عاش الملك ليلة نهارنا. على كل حال هذه حقيقة. فقلت لكم بأنه في وقت المحادثات، عفوا ليس مفاوضات، المحادثات هذه الأولية تجري في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية وفقط، معناتها لا وجود لإطار آخر. ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن النائبة، ليس لأنه ممثل اليوم، قالت أكدت مرة أخرى على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأشادت بقرار مجلس الأمن الأخير، وقالت بأنه المفاوضات الآن تكون في إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربية. يعني راكم تشوفوا بأنه سياق كارثي بكل المقاييس بالنسبة للنظام الجزائري، سواء الآن من طرف من جانب الاتحاد الأوروبي. مسعد بونص اللي كان في زيارة للجزائر، والملف الأساسي واضح وهو ملف الصحراء. يعني الميليشيات البوليساريو اللي تعيش ضغط رهيب، معناتها حتى هم تعرفوا بأن البوليساريو ربما النظام الجزائري تقدر تقول يتملص من أنه يصدر بيان في قضية ما حدث في فنزويلا. ميليشيات البوليساريو لم تصدر بيان لأكبر حلفائهم اللي كانوا يستقبلوهم ومخصصين تمثيلية دبلوماسية ويستقبلوهم بحفاوة، يعني لم يصدر بيان. معناتها حتى اليوم البوليساريو غارق في أزمة كبرى. القضية أيضا الأخرى اللي ربما اللي الآن هذه الأمور هي التي أنا قلت لكم أصلا سابقا، الموضوع في الأشهر هذه يعني راح يبدأ خصوصا الآن مع شهر، ربما حتى شهر مارس راح تتسارع القضية أكثر، وهو أن المغرب الآن بصدد الانتهاء من تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي.
لانه قلت لكم بانه مبادره الحكم الذاتي هذه اللي نتكلموا عليها منذ سنوات ولا اللي الدول تدعمها وغير ذلك، هي مجرد خطه فيها 4 صفحات، يعني مازال ما وصلتش يعني خذوها كاطار عام. الآن المغرب ما يقوم به، لهذا كاين أيضا وزارة الداخلية المغربية اللي داخلة في القضية تاع المحادثات، أنه الآن تفصل في الخطوط العريضة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وأيضا التمثيلية، كيف ستكون التمثيلية، يعني الممثلين هذو في الأقاليم الجنوبية المغربية كيف سيتم تحديدهم، بما فيهم الممثلين اللي راح يكونوا من المخيمات، اللي راح يكونوا بطبيعه الحال ان الناس اللي تتكلم عليهم حتى العاهل المغربي ودعاهم الى العوده، اللي هم سماهم بالمحتجزين، وهم حقيقه محتجزين صراحه. ف يعني مبادره الحكم الذاتي ربما في شهر مارس او بدايه شهر مارس ينتهى من تفاصيلها. المحادثات بدات في الولايات المتحده الامريكيه، الان تقريبا العالم بأسره، يعني لم يبقى إلا حتى فنزويلا. يعني قلت لكم تقريبا، يعني باش نقول لك عدالة إلهية، واحد يقول لك اللي ما يمن سخرية القدر، يعني حتى النهاية مأساوية. تعرف أنك تفقد فنزويلا في الخطوة في المرحلة هذه بالذات، يعني فنزويلا الآن انتهى، ما تقدرش تعول عليها أصلا. لما تكون إدارة في فنزويلا جديدة راح تكون مقربة من الإدارة الأمريكية، راح تتبنى الطرح الأمريكي، ولكن في هذا الظرف خسرت كل شيء. اعترافات توالت الدول الان، القوى العظمى كلها، يعني روسيا والصين اصلا ما يستعملوش حق الفيتو في مجلس الامن ضد القرار اللي كان في صالح المغرب، واللي بسببه صار يسمى يوم الوحده في المغرب، وصار عيد وطني. ولكن كل القوى الان، الاتحاد الاوروبي يدعم اصلا المواقف الاعضاء الاتحاد الاوروبي، بعيدا عن موقف الاتحاد الاوروبي في حد ذاته. مثلا فرنسا اهم عضو مع المانيا تدعم مبادره الحكم الذاتي المغربيه كاطار وحيد، المانيا ايضا تدعم المبادره، اسبانيا المستعمر السابق وايضا عضو مهم في الاتحاد الاوروبي، اللهم ربما ايطاليا هي الوحيده اللي باقي الموقف تاعها نوعا ما مبهم بسبب القرب ايضا مع النظام الجزائري. لكن من غير ايطاليا يعني كل شيء يعني متجه الى مبادره الحكم الذاتي المغربيه. يعني النهايه ما يحدث الان مأساوي. يعني قلت لكم اليوم رانا انا بسطت لكم يعني الامور اللي راح نسمعوا فيها في قادم الايام، معناتها المحادثات، ثم راح ننتقلوا الى مرحله المفاوضات. والاشكاليه للنظام الجزائري انه الاداره الامريكيه والايام بيننا في الفتره القادمه، يعني قلت لكم المحادثات الاوليه بين المغرب والبوليساريو لانه المعنيين المباشرين فقط، لكن المفاوضات النهائيه والتصفيه تاع الملف هذا اللي يريده دونالد ترامب، معناتها فيما بعد دونالد ترامب هو اللي راح يقول اني قمت بحل هذه القضيه، لكن دونالد ترامب مش راح يقول باني حليت القضيه بين المغرب والبوليساريو. لا يمكن انه رئيس امريكي راح يقول يعني درت مفاوضات وقمت بحل المساله واعطوني جائزه نوبل للسلام لاني حليت القضيه بين المغرب والبوليساريو. معناتها راح يقول بانه بين المغرب والجزائر، وهذا هو الشيء اللي ما فهموش كثر. راكم تتذكروا القضيه هذيك وقت تصريحات ويتكوف. انا منذ البدايه قلت لكم انه ويتكوف كان يتكلم على الجزائر والمغرب في ملف الصحراء، ومسعد بولس لما سئل في نسيت القناة اللي سألته حول الجزئية هذه، حول تصريحات ويتكوف، قال لك بأنها مرتبطة بملف الصحراء، قال لك بأنه كان هناك فهم خاطئ بأن القضية مرتبطة بالعلاقات الجزائرية المغربية. معناتها نزيد نكرر أنه لا فتح حدود لأي شيء، الإدارة الأمريكية لا علاقة لها بالعلاقات الجزائرية المغربية ولا تريد تصفية الملف، لأنه ليس هناك حرب، ما كانش نزاع، موجوده اشكاليه دبلوماسيه. دونالد ترامب ما يجيش غدا يقول لك راني فتحت الحدود بين الجزائر والمغرب. دونالد ترامب يقول لك غدا بانه ملف، تعرفوا بانه اليوم هو اقدم ملف، اقدم نزاع الان يعني لو ناخذوا بالمنطق هذاك المنغلق يعني تاع نزاع وموجود وميليشيات ومسلحه يعني منذ 50 سنه الان. 50 سنه. معناتها دونالد ترامب غدوه يقول لك بانني ملف الصحراء بين الجزائر والمغرب اللي عنده 50 سنه قمت بحله ونستاهل جائزه نوبل للسلام من اجل هذا، بهذه البساطه.